اليوم راح نديرو مع بعض هذا الخبز، خبز الدار أو الكسرة تاع الكوشة. احنا نسميو في بعض المناطق تاع الشرق الجزائري الكسرة تاع الكوشة. هو خبز صحي، أفضل من البريوش لأنه يتخدم بالسميد ماشي بالفرينة. نروحو للمقادير. أنا درت 5 كيسان أو 5 أكواب من السميد من النوع الجيد، يكون صافي، بيض ولا أصفر، المهم يكون صافي. نغربل هذا السميد، ندير الملح حسب الذوق. أنا درت ملعقة كبيرة، نتوما كيما موالفين ديرو. نجيب الكوب، ندير فيه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، خميرة الخبز. نديرلو نص كوب من الماء الدافئ ونخليه، نخلي هذيك الخميرة تتفاعل لمدة 5 دقائق. في هذا الوقت نديرو زيت المائدة. الكوب ما نعمروش، نخليوه 2 صباع، ونضيفولو 2 ملاعق من زيت الزيتون. نديرو نصف كوب من الحليب، ونخلطو المقادير هذه مع بعضها. نضيفو الخميرة من بعد ما تفاعل. ونبداو نضيفو في الماء الدافئ، كوب معمر من الماء الدافئ راح نديرو كامل. هاد الكسة لازمها تجي شوية جارية، تجي مطلوقة باش تجينا خفيفة. نحاولو نعجنوها شوية ماشي بزاف، ما راحش تعبنا. نديرو الكوب كيما شفتو درتو كامل، وندخل هذاك الماء في العجين. في نفس الوقت راني نعجن فيه، يعني ماشي ماراحش يتعجن بزاف. حتى نتحصلو على القوام هذا، يعني يكون جاري باش الكسة تجينا خفيفة تجينا طرية. نخليوه يختمر. أنا طول لي شوية، الحال بارد بزاف، بلاك أكثر من 2 سوايع وهو يخمر. كي يخمر مليح ندكازيوه، نخرجولو هداك الهوا، نضيفولو 2 ملاعق من الزبدة. الزبدة تكون طرية، تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش يابسة هكذا باش تسهلنا ندخلوها في العجين. ندخلوها مليح، بلا ما نعجنوها، نديروها تخمر المرة الثانية هكذا باش تجينا خفيفة بزاف. والمرة هادي راح تطلع ليه ما راحش طول. نزيدو نديكازيوها المرة الثانية، ونوجدو السنيوة ديالنا باش نديرو فيها هاد الكسرة هادي. انا درت سنيوة متوسطة، ماهيش كبيرة ماهيش صغيرة، على حساب يعني العجين اللي عندي او السميد اللي درت. محاش تجي خشينة بزاف وما تجيش رقيقة بزاف. ندهن الصينية ديالي مليح بالزيت، زيت المائدة هكذا باش متلصقلناش من بعد. ونصبط الكسرة تاعي في السنيوة. السميد بدو ما يشرب الماء بزاف، ماشي كيما الفرينة.
نقطعو هاد الكسرة بهاد الطريقة، يعني حتى لتحت، باش هادوك الخطوط هادوك هي من بعد راح تطلع مرايحينش يروحو، راح تبقى هكدا مقسومة. نديرو شوية نديرو صفار البيض مع شوية تاع البياض هكدا باش يحكم لنا البذور من بعد، مع ملعقة متاع الحليب، وندهنو بها الوجه تاع الكسرة، ونزينوها بالحبوب حسب الذوق. أنا درت شوية سانوش، شوية جلجلان، وكل واحد يدير اللي يحب. نديروها تخمر لبعض الوقت حتى يضاعف شوية الحجم ديالها، ومن بعد نديروها في الفرن. كل وحدة يعني تطيبها على حساب الفرن ديالها. أنا درتها على 180 درجة، خليتها حتى طابت من الشطوط هكذا، بدات تحمر شوية من الشطوط، شعلت لها من فوق حتى خدات هذا اللون هذا. رايحة تنحى بكل سهولة من صينية ماهيش لاصقة. نقطعوها ونشوفوها كيف جات من داخل. هذا هو الخبز، جا خفيف والله. يعني هاد الكسرة يعني هي أفضل من، أنا بالنسبة لي أفضل من البريوش، لأنها يعني صحية، يعني قبل كل شيء هي صحية ولذيذة جدا. يعني هذيك الزبدة عطاتها ذوق مميز، وزدت لها في البنة يعني بزاف بزاف. حتى الريحة ديالها كانت يعني رائعة، يعني اللي يشمها تعجبو هذه الريحة. هي يعني وصفة جيدة للسحور تاع رمضان إن شاء الله. نقصوا شوية من الفرينة وشوية من البريوش، وهذيك ماشي دايما البريوش بريوش. إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان ويبارك لنا في شعبان، راهو على الأبواب. هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم شجعوني بالإعجاب ديالكم، واشتركوا في القناة، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في انتظار وصفة أخرى بإذن الله. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.